أحكي لك الحكاية من أول. كنت في ابتدائي جايب 95%، فرحان كأي طفل وراجع بيتنا عايز أوري أمي الشهادة. أول ما بصت فيها تفتكر قالت لي إيه؟ قالت لي يا خيبتك. ما اهتمتش، كملت وفي تالتة إعدادي شديد جبت 98%، قلت هتفرح. برضه قالت لي يا خيبتك. كملت في ثانوية عامة وشديت على نفسي وجبت 100%، وأيامنا كان في تحسين، حسنت وجبت 102%. راجع بيتنا فرحان وقلت أكيد هتقولي ألف مبروك. قلت لها يا ماما يا ماما أنا نجحت، جبت 102%. قالت لي كم واحد زيك جاب 102%؟ بقيت قاعد ببص على أصحابي اللي جابوا 70 80، أهاليهم فرحانين، واللي بيجيله هدايا واللي بيخرجوه، ولا ما خدتش منها حتى حضن أو طبطبة حنية. كان نفسي بس أشوف في عينيها نظرة فرح وهي فرحانة بيا. يبقى أنا فعلا مريض. حلو إنك تشوف ولادك أحسن منك، لكن سيبهم يحسوا بالفرح والنجاح قبل ما تنغص عليهم عيشتهم.